في وقت معين من الليل، الهدوء ما بيبقاش راحة، بيبقى انذار. الناس كلها نايمة، الشارع فاضي، وصوت التلاجة في المطبخ فجأة بيبقى أعلى من الطبيعي. ساعتها بس بتحس إن في حاجة صاحية غيرك. يمكن عمرك مركزت، لكن عمرك صحيت فجأة من النوم وحسيت إنك كنت بتقع. عمرك بصيت في المراية وحسيت إن في حاجة مش مظبوطة، بس مش عارف تحدد ايه هي. يمكن كان بيتأخر جزء من الثانية، يمكن كان باصصلك بطريقة مختلفة. احنا دايما فاكرين ان المراية بتعكسنا، لكن محدش سأل نفسه هو مين أول واحد اتحرك، انت ولا هو؟ النهاردة على قناة بلاك سيجنال مش هنحكي قصة رعب تقليدية. مفيش بيت مسكون، مفيش عفاريت بتجري في الممرات. النهاردة هنتكلم عن أخطر حاجة ممكن تواجهها في حياتك، نسختك التانية اللي عارفة أسرارك، عارفة ذنوبك، عارفة الأفكار اللي عمرك ما قلتها بصوت عالي، ويمكن مستنية لحظة ضعف، مستنية الساعة 2:47 بالظبط الفجر. قبل ما نبدأ، لو حسيت بأي حاجة غريبة وانت بتسمع ما تبصش في المراية، ولو بصيت ومتأكد انك طرفت بعينك اتأكد بس انه طرف في نفس اللحظة. لو أول مرة تشوفنا اشترك في قناة بلاك سيجنال، علشان الحكاية دي لسه ما خلصتش، ويمكن الحلقة الجاية تكون عنك. الساعة كانت 2:47 بعد نص الليل، والشقة ساكتة، ساكتة زيادة عن اللزوم. أحمد كان واقف قدام المراية في الحمام بيغسل وشه بعد يوم طويل من الشغل والتعب. رفع عينه وبص لنفسه، بص في المراية، بس المراية ما بصتش ليه. انعكاسه كان متأخر جزء من الثانية. ابتسم أحمد بخوف بسيط وقال لنفسه ده أكيد توتر، أكيد إرهاق. لكن الانعكاس ما كانش بيبتسم زيه. تاني يوم صحي على صوت خبط جامد على باب الشقة. طلعت الشرطة. فتح وهو متلخبط. الضابط قاله انت كنت فين امبارح الساعة 3 الفجر؟ أحمد اتجمد. كنت هنا، كنت نايم. الضابط بصله بنظرة غريبة وقال له في جريمة قتل حصلت في العمارة اللي جنبك، والكاميرات جابتك وانت خارج الساعة 3:02 بالظبط. أحمد حس إن الأرض بتتحرك تحته من كتر التوتر، وقال مستحيل. عرضوا عليه الفيديو. هو لابس نفسه هدومه، ماشي بهدوء ووشه بارد مفهوش أي إحساس. لكن أحمد كان فاكر إنه كان نايم. الشك من ساعتها بدأ يشك في نفسه. بيصحى الصبح يلاقي هدومه متوسخة تراب. مرة لقى سكينة في المطبخ وعليها أثر دم خفيف، بس هو ما بيفتكرش أي حاجة. قرر يسهر ليلة كاملة. قعد قدام المراية مستني. الساعة جت 2:46. الدقيقة اللي بعدها 2:47. المراية ابتسمت. لا، بس هو ما ابتسمش. الانعكاس حط صباعه على شفايفه وقال شش، وفجأة النور قطع. لما النور رجع كان واقف في نص الشارع، ايده فيها سكينة، وقدامه واحد واقف على الأرض بينزف. الناس بتصرخ، أحمد بقى بيصرخ أنا ما عملتش حاجة، بس في عقله صوت هادي بيهمس وبيقول أنا بس بكمل اللي أنت مش قادر تعمله. في التحقيق النفسي الدكتور قال عندك اضطراب انفصام هوية، شخصية تانية جواك. أحمد بدأ يقتنع، يمكن هو فعلا مريض نفسي، يمكن في نسخة تانية بتتحكم فيه. لكن اللي محدش عارفه إن ما كانش فيه أي مرض، أو مفيش أي تشخيص بيثبت الكلام ده. أحمد كان فاكر إنه بيهرب من ذنبه فاخترع حكاية الانعكاس. عقله قسم نفسه نصين علشان يبرر إن هو القاتل الحقيقي. في زنزانته واقف قدام مراية صغيرة معدنية، بص لنفسه. المرة دي الاتنين ابتسموا في نفس اللحظة، والابتسامة كانت حقيقية. أحمد اتحكم عليه بالسجن المؤبد، لكن الجرايم ما وقفتش. بعد أسبوعين من حبسه حصلت جريمة بنفس الأسلوب، نفس الطعنات، نفس التوقيع، كلمة مكتوبة بالدم على الحيطة وبتقول أنا هنا. المباحث اتجننت، ازاي القاتل في السجن ولسه في ضحايا بنفس الطريقة؟ أحمد كان قاعد في زنزانته هادي، أهدى من اللزوم. المساجين كانوا بيبعدوا عنه وبيقولوا إنه بيكلم حد بالليل، وإنه بيضحك ضحكة غريبة مش بتاعته. الحارس مرة واقف قدام الباب سمعه بيهمس بيقول خرجت ازاي، وصوت تاني بيرد أنا عمري ما كنت جوه. إدارة السجن ركبت كاميرا جوه زنزانته. أول ليلتين عدوا عادي.
تالت ليلة الساعة كانت 2:47 بالظبط. الكاميرا سجلت حاجة غريبة. أحمد واقف قدام الحيطة وبص فجأة ناحية العدسة، لكن عينه كانت مختلفة، أغمق، أبرد. ابتسم للكاميرا وبعدين الصورة قطعت. رجعت بعد 13 ثانية. أحمد واقع على الأرض بيصرخ وبيخبط في الباب وبيقول: هو خرج، هو خرج. التحقيق أثبت إن مفيش حد خرج من السجن، لكن في نفس الوقت واحد من الحراس اختفى، وبعد يومين لقوه مقتول. نفس الطعنات ونفس الجملة مكتوبة: هو اللي فتح الباب. القضية اتحولت لرأي عام. دكتور نفسي مشهور طلب يقابل أحمد، قال إن في حاجة ناقصة. الدكتور قعد قدامه وقال: انت شايف ايه دلوقتي؟ أحمد رد بهدوء وقال: شايف حد وراك. الدكتور اتجمد، بص وراه، مفيش حد. رجع بص لأحمد. المراية اللي في غرفة التحقيق كانت وراه، وفيها كان في 2 قاعدين، أحمد وواحد تاني بيبتسم. الكاميرات اتراجعت تاني. المحقق لاحظ حاجة بسيطة في كل تسجيل: لما الصورة بتقطع 13 ثانية مفيش أي جليتش ولا أي تشويش، كأن حد مسح جزء من الحقيقة. لكن الغريب، رقم الزنزانة كان رقم 13، والقفل الإلكتروني بيتفتح لمدة 13 ثانية. لو حصل ضغط كهربائي بسيط، مين اللي عمل الضغط ده؟ حد من بره ولا حد من جوه السجن بيساعده؟ في آخر جلسة أحمد ابتسم وقال: أنا خلاص فهمت. المحقق سأله: فهمت إيه؟ رد وقال: إنكم طول الوقت بتدوروا على قاتل واحد ومحدش فكر إن ممكن يبقوا 2. الأنوار طفت فجأة في غرفة التحقيق. 13 ثانية بالظبط، ولما رجعت الكرسي قدامهم كان فاضي، وأحمد اختفى، بس المراية كانت لسه موجودة وفيها كان واقف بيبتسم. بعد اختفاء أحمد السجن اتقفل بالكامل. تحقيقات، لجان تفتيش شاملة. مفيش أثر كسر، مفيش باب مفتوح، مفيش نفق. لكن في حاجة واحدة اتغيرت: كل المرايات في السجن اتكسرت حرفيا. مش مكسورة خبطة واحدة، لأ، كأن حد ضربها من الناحية التانية من جواها. واحد من الفنيين لقى ملف مخفي في سيرفر الكاميرات، فيديو متسجل قبل الاختفاء بدقايق. أحمد واقف في الزنزانة قريب من المراية الصغيرة وبيقول بهدوء: انتوا فاكرين ان المراية بتعكسنا، بس الحقيقة اننا احنا اللي انعكاس. سكت شوية وقال: هو مش جوه دماغي، انا اللي جوه دماغه. الصورة بدأت تتهز وظهر ورا أحمد ظل مش متطابق مع حركته. بعد شهر بدأت تحصل جرائم بنفس الأسلوب في محافظات مختلفة. نفس الطعنات، نفس التوقيع، بس المرة دي الجملة كانت مختلفة: بص في المراية. الناس كتير بدأت تقول إنها شايفة حاجات غريبة في المراية: انعكاس يتأخر، ابتسامة لوحدها، انت تتحرك. طبيب نفسي كتب مقال بيقول إن ده هستيريا جماعية. تاني يوم اتقتل في عيادته، مكتوب بالدم على الحيطة: احنا مش مرضى. محقق قديم كان شغال على القضية من الأول قرر يراجع كل حاجة. لاحظ نمط مرعب: كل الضحايا كانوا أشخاص عندهم إحساس بالذنب، أسرار، خطايا مدفونة، كأن اللي بيحصل مش عشوائي، كأن في حاجة بتطلع من جواهم مش بتخش عليهم. الاكتشاف الأخير: المحقق رجع لزنزانة أحمد. المراية كانت متكسرة لكن جزء صغير لسه سليم. بص فيه، شاف نفسه، وبعد ثانيتين انعكاسه همس وقال: انت عارف انك فكرت تقتل قبل كده؟ المحقق رجع خطوة لورا. المراية ابتسمت وهو لأ. بعد أسبوع المحقق ده اختفى، وفي بيته على المراية في أوضة النوم مكتوب بصباع على البخار: الدور عليك. القصة دي مش عن قاتل، مش عن مرض، دي عن حاجة جوانا كلنا. نسخة تانية مستنية لحظة ضعف، مستنية ذنب، مستنية خوف عشان تخرج. دلوقتي بقى سؤال مرعب بجد: لو بصيت في المراية الساعة 2:47 ولقيت انعكاسك بيتحرك قبلك، هتعمل ايه؟ لكن قبل ما تفكر تعال اقولك ان النهاية اللي مش قادرين نفهمها كلنا. بعد انتشار الجرائم الحكومة نفت اي علاقة بينها وبين اي حاجة. الاعلام سماها حالات فردية، لكن في منتدى غامض على الانترنت كان في عد تنازلي شغال: 2:47. الساعة اللي بدأت فيها أول جريمة. كل يوم حد يدخل المنتدى في نفس الوقت ويكتب شفته، وبعدها بساعات اسم جديد يتحط في قائمة المفقودين. تجربة مباشرة: واحد من صناع المحتوى قرر يعمل بث مباشر الساعة 42 الفجر. قال للمتابعين: هنثبت ان الموضوع ده هبل. حط الكاميرا قدام المراية وقعد مستني التعليقات بتجري تحت، ناس بتضحك، ناس بتقول له يقفل النور. الساعة بقت 2:47 بالظبط،
وهو ثابت انعكاسه ثابت. واحد في التعليقات كتب: هو ليه انعكاسك بيطرف وانت لأ؟ الراجل ضحك وقال: انا بطرف اهو، عيني بتعمل بطرف عينها اهي. لكن المتابعين بدأوا يكتبوا بسرعة: لا دلوقتي بس ما طرفش، كان باصص يمين، لا ده باصص شمال. هو ابتسم. الراجل وشه اتغير، قرب من المراية، بص لنفسه، قلب همس: انت مين؟ البث اتقطع. التحقيقات بتقول في اختفاء صانع المحتوى. كشف حاجة غريبة: آخر فريم في الفيديو قبل ما البث يفصل، المراية كانت فاضية، ما فيهاش انعكاس خالص، بس هو كان لسه واقف قدامها. ملف سر اتسرب بعد سنين. تجارب قديمة كانت بتتعمل عن الوعي المنعكس. فكرة إن كل إنسان عنده نسخة واعية جواه لكن محبوسة في الإدراك، والمرآة مش سطح عاكس، هي حاجز. والساعة 2:47 دقيقة الفجر هي اللحظة اللي بيضعف فيها الحاجز. ليه؟ محدش عارف. لو انت بتقرا الكلام ده دلوقتي أو بتسمعه، جرب تعمل حاجة بسيطة. استنى لحد الساعة 2:47 دقيقة بالظبط، واطفي النور، وسيب موبايلك بعيد. بص لنفسك في المراية وما تطرفش حتى بعينك. لو انعكاسك اتحرك قبلك، ما تصرخش، اوعى تجري، بس اسأل سؤال واحد: انت كنت مستني امتى؟ ولو ابتسم يبقى خلاص. لان الحقيقة المرعبة ان القصة دي ما خلصتش، هي بس بتدور على حد جديد يحكيها. لحد هنا القصة خلصت، ولا يمكن لسه هتبدأ؟ انت كنت بتسمع حكاية عن حد تاني. بس خليني أسألك سؤال بسيط: من أول ما الفيديو بدأ بصيت في المراية كام مرة؟ يا عم لو ما بصيتش، اوعى تبص. حسيت بحاجة غريبة لو بصيت؟ حسيت ان في لحظة صغيرة انعكاسك كان باصصلك مش معاك؟ يمكن ده مجرد وهم، ويمكن دي حقيقة، وهو دلوقتي واقف وراك وانت مش شايفه. قبل ما تمشي اكتب في التعليقات الساعة كام دلوقتي عندك، ولو كانت قريبة من الساعة 2:47 دقيقة اكتب بس كلمة واحدة: شفته. خلينا نعرف مين فينا بدأ يلاحظ. ولو حسيت بأي حاجة غريبة الليلة، ارجع للفيديو ده واسمع الجزء ده تاني. وافتكر دايما، على بلاك سيجنال احنا مش بس بنحكي رعب، احنا بنفكرك ان في صوت جوه ممكن ما يكونش صوتك. وما تنساش، لو انعكاسك ابتسم قبلك، اوعى تبتسم.